بسكوت النشادر بالبرتقال لو عمرك ما عملتيه واول مره في حياتك تعمليه ان شاء الله هيطلع معاكي ناجح جدا جدا جدا. اهم حاجه تلتزمي بكل كلمه هقولها، هبسط لك الموضوع جدا. مش هتلاقي اسهل ولا ابسط من كده، مقادير بسيطه قوي قوي والطريقه سهله جدا من غير كلام كتير ومن غير رغي كتير. البسكوت زي ما انت شايفه كده هش ورائع جدا واحسن من الجاهز، وطعمه جميل جدا كمان بالذات عشان بالبرتقال بطعم البرتقال. وزي ما انت شايفه البسكوت ولا زاد في الوزن ولا حجمه زاد ولا اتنفخ ولا اي حاجه، ما شاء الله زي ما قطعناه هو بس زاد حاجات بسيطه كده. وكمان التسويه وكل حاجه هتلاقيها بمنتهى السهوله، في اقل من 5 دقايق هتلاقي احلى بسكوت ممكن تشوفيه. اول حاجة الزبدة لازم تكون محطوطة في التلاجة او في الفريزر، تكون متجمدة. بس يعني اطلعها بعدها، يعني بعد ما احطها في الفريزر اطلعها شوية تهدى. زي ما انت شايفة كده تكون متجمدة. الزبدة قد ايه بقى؟ 350 جرام من الزبدة. تمام. هحط عليهم 320 جرام من السكر البودر. 350 جرام زبدة هحط عليهم 320 جرام من السكر البودر، وهنفضل نعملهم بايدينا كده زي ما انتم شايفين لحد لما ندوبهم. مش هتعرفي تعملي بايديكي يبقى ممكن تعملي بالمضرب، بس هتستني بقى شوية على بال ما الزبدة تفك حبة. اهم حاجة نضرب البيض نضرب الزبدة والسكر الاول كويس جدا لحد ما يبقى كريم. بعد كده معانا 4 بيضات هنضيفهم بيضة بيضة. اهم حاجة في البيض ده انه يكون بدرجة حرارة الغرفة، دي مهمة قوي 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 يا جماعة. يبقى الزبدة تكون متجمدة وساقعة على اقصى حاجة، ويعني اللي هي تسيح معاكي بحيث ان انت تضربيها، تقدري تضربيها، بس اهم حاجة تكون متلجة معاكي. يبقى حطينا الزبدة والسكر ضربناهم حلو. بعد كده البيضات واحدة واحدة، ما اضيفش البيضة الا لما تكون التانية ايه دابت خالص. بعد كده هبدأ ان انا احط معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدا، معلقة صغيرة. وبعدين معلقة معايا كيس كمان من التانك زي ما احنا شايفين كده. الكيس التانك ده اللي هو العادي خالص. وبعدين معلقة ممسوحة كبيرة بس ممسوحة خالص زي ما انتم شايفين كده من النشادر. هدوبها بقى في 3 معالق دافيين من الحليب، اللي هو المغلي العادي. يعني عندك حليب في التلاجة هتحطي فيها 3 معالق حليب دافي، وهتدوبي فيهم معلقة ممسوحة من النشادر. بعد كده الخطوة دي بقى أهم حاجة، إن أنا هجيب الدقيق أيا كان نوع الدقيق، طبعا متعدد الأغراض، دقيق مخصوص للبسكوت والكعك، أيا كان نوع الدقيق. فهقولك على تكة بسيطة قوي قوي تخليكي البسكوت يطلع ناجح معاكي. أنا مش هحط مقدار معين، مش هوزن الدقيق، لا أنا هفضل أحط دقيق لحد ما يوصل معايا لمستوى معين من العجينة هتشوفيه بعينك دلوقتي. ببدأ ان انا اوزع الدقيق زي ما انت شايفة كده، بنخله واحدة واحدة بالتدريج، وبلف بايدي، مش بعجن ولا بلت، لا انا بلف بس كده لحد لما اوصل للقوام اللي هتشوفيه حاليا. ايا كان بقى الوزن اللي هيبقى بتاع الدقيق، انا ما بحددش نفسي بوزن. بصي بقى بفضل الف لحد ما يديني نفس القوام الجميل ده، ولا ناشف ولا ايه لين بزيادة، نفس القوام ده. تمسكي العجينة كده تلاقيها مفتحة وجميلة جدا. هنا ما خدش مني، يعني ما خدش الكيل كله، خد كيلو الا ربع على مقادير السكر والسمنة اللي حطيناها. وهو ده سر يا جماعة ان البسكوت يكون ناجح معاكي. لما تقفليه كده تبصي تفتحيه ما تلاقيهوش لا مشرخ ولا ناشف. هبدأ على طول ان انا احطه في التلاجة يرتاح، وابدأ ان انا اقطع فيه. بدهن الصاج زيت بسيط كده وبالمكنة، وزي ما انتوا شايفين كده بنساوي صوابع البسكوت كلها زي بعضها كده بالسكينة علشان تخديم كلهم بنفس الطول يعني. بالنسبة للتسوية بقى، فاحنا هنسويه على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، الرف اللي في النص. هنشغل تحت الأول لحد ما البسكوت ياخد نص تسوية كده ينظبط، وبعد كده نشغل شواية دقيقة واحدة أو دقيقتين ياخد لون معانا، وبس على كده. لو انتي فرن كهرباء هتشغلي من تحت ومن فوق، وتشغلي المروحة كمان.
هيديكي نفس اللون، بس البسكوت بيستوي بسرعه، فخليكي دايما واقفه جنبه علشان تاخدي بالك من موضوع التسويه ان شاء الله. ولا هيفرش ولا هيبوظ معاكي ولا اي حاجه، هتعملي بسكوت في منتهى الروعه. التزمي بالمقادير وبالخطوات، وان شاء الله ناجح معاكي جدا 100%. اوعوا تنسوا تعملوا لايك.